أنا اسمي سارة. حياتي ابتدت من لما اتجوزت من شخص كان وحيد أم وأبوه، ما عندوش أي اخوات، لكن عندهم بيت بتاعهم، وهو ليه شقة في البيت دوت، هو ووالدته. والدته واخدة الدور الأولاني وهو واخد الدور اللي فوقيها. طبعا شاب مهندس مقبول الشكل، مواصفاته كلها كانت بالنسبة لي كويسة جدا ان انا اوافق على الجواز، وفعلا اتجوزته. لكن ليلة جوازي كنت زي أي بنت متوترة، خايفة طبعا، وده شعور طبيعي لأي بنت، بدعي ربنا يعديها على خير. بس للأسف حصل حاجات ما كنتش متخيلها خالص. بعد الفرح دخلت زي أي عروسة وعريس، غيرت هدومي، لكن المفاجأة إن سابني أغير هدومي لوحدي. ودي كانت أول صدمة ليا. اللي كنت أعرفه واللي كنت بسمعه من أختي الوحيدة إن هدخل وهيدلعني وهيحاول إن هو يغير لي هدومي والحاجات دي، ما لقيتش ده كله موجود. حضر عشاء وأكلنا، وحاولت إن أنا ألطف الجو، وقعدت أهزر معاه لأن هو كان ساكت جدا وهادي جدا، وده اللي أنا لاحظت عليه من أيام الخطوبة. قليل الكلام، هادي قوي، عكسي تماما. المهم حاولت ان انا الطف الجو. دخلنا، قعد شوية معايا وابتدينا نتكلم لغاية لما ابتدى يقرب مني، وحصل بينا يعني علاقة بسيطة فيها بعض التجاوزات. لكن اول ما ابتدينا انا وهو يبقى في علاقة، لقيته مفيش اي حاجة. حاول مرة واتنين وتلاتة ولقى نفسه نفس الحكاية، اتوتر جدا واتعصب وقعد جن جنونه وقعد يكلم نفسه. انا بصراحة في اليوم دوت حاولت ان انا هديه واقول له اكيد ده طبيعي من التعب ومن الارهاق، وعبال ما فرشنا الشقة وحاجات من ديت. كل كان همي ان هو يهدى، خصوصا ان انا سمعت ان في شباب كتير بيحصل لها كده في اول ليلة في الدخلة، وبعد كده بيرجع طبيعي جدا. هدي جدا، هدي شوية ودخلنا ونمنا، وكان بالنسبة لي الموضوع عادي. جينا تاني يوم حصل نفس الحكاية، ابتدى يوميها يشرب سجاير بكمية كبيرة جدا، وابتدى يكلم نفسه وقعد يلومني انا ويقول لي اكيد انتي عشان موتراني وانتي دايما نظراتك، رغم ان انا عمري ما كنت عاملة كده، وكنت خايفة جدا اصلا ومرعوبة زي اي بنت يوم فرحها. قعدت طبعا ما اتكلمتش ولا رديت عليه، وقلت امر طبيعي وده بالنسبة لأي راجل هو ده الشعور اللي هيحس بيه. سكت، رغم ان قعدت اقوله واوعده ان الكلام دوت هيبقى بيني وبينه لغاية لما يعني الامور دي تعدي والتعب والارهاق اللي هو فيه دوت يمر. وكنت ساكتة جدا وبقول مفيش مشكلة، اكيد ده عارض ومش هيتكرر. عدى يوم واتنين وتلاتة وشهر واتنين ومفيش حاجة خالص، حتى المحاولات اللي كان بيعملها مبقاش يعملها. وحسيت ان انا عايشة مع اخويا او مع واحد غريب بالنسبة لي، احنا اتنين مش متجوزين. ابتديت بقى اروح واتكلم معاه، لان انت كده زودتها قوي. رحت واتكلمت معاه وقلت له بقولك ايه، هو في ايه بالظبط، حتى اتكلم معايا وفهمني، ولو في مشكلة نروح لدكتور ونشوف ايه الحكاية. ابتدى بقى يتعصب ويتنرفز ويقول لي دكتور ايه، انت عايزة تفضحيني؟ اكيد طبعا عايزة تفضحيني، اكيد فاكرة نفسك ان انا يعني راجل مش طبيعي. قلت له لا، انا مش ده اللي اقصده ابدا، لكن انا عايزة اعرف ايه المشكلة، احنا بقالنا شهرين على الحال ده. اتعصب واتنرفز وقعد يقول لي بقولك ايه، اوعي تفتكري ان انتي بقى علشان اللي حاصل دوت هتفتكري ان انتي هتبقي مسيطرة عليا، وكلام عبيط كده مفهمتلوش معنى ولا هو ده وقته ابدا. وراح سايبني ونازل. نزل ورجع لي يمكن الصبح، خلاص انا نمت وسمعته وحسيت بيه لما رجع بالليل. تاني يوم جيت اتكلم معاه لقيته بيقول لي اوعي تفتحي معايا الموضوع ده تاني، واياك تاني تتكلمي معايا فيه. طبعا بيني وبين نفسي قلت شكله كده اتجنن، امال اتكلم في ايه، انا عروسة لكن مع ايقاف التنفيذ. ملقتش حل بقى غير ان انا انزل لحماتي واشتكي لها واتكلم معاها واقول لها على كل حاجة. وفعلا نزلت لحماتي وابتديت اكلمها واحكي لها واقول لها على محاولات ابنها الفاشلة اللي في كلها في الاخر بتبات بالفشل.
حماتي قعدت تهديني وتقولي معلش ساعات كتير بيحصل كده. قلت لها انا عارفة، لكن مفروض ان يبقى في دكتور ونشوف ايه المشكلة. حماتي قالت لي طب خلاص اهدي، خلينا نعمل لنا كوبايتين حاجة نشربهم ونقعد ونتكلم على رواقة. انا عمري ما هظلمك يا بنتي، انت زي بنتي بالظبط. طبعا قعدت وخدتني في حضنها وقامت وعملت لي كوباية عصير، وجابت لي كوباية العصير ويا ريتني ما شربتها. شربت كوباية العصير وما دريتش بحاجة بعديها، غير اني نايمة في سرير حماتي وقلعة هدومي كلها. طبعا قمت مخضوضة وما بقتش فاهمة في ايه. ما اطمنتش شوية غير لما لقيت نفسي في أوضة حماتي. ساعتها لبست هدومي طلعت وانا مش قادرة امشي من رجليا، وشفت الدم اللي على السرير اتخضيت، ورجليا اللي بتوجعني دي بتوجعني من ايه. طلعت وبصيت على حماتي ولقيت جوزي قاعد جنبها. قلت لهم هو ايه اللي حصل وايه اللي انا فيه جوه ده؟ فجوزي طبعا قام وهو متعصب جدا كعادته، وقال لي يا هانم، الحكاية كلها اللي انت بتشتكيلي منها ان انا ما كنتش عارف اعمل حاجة لانك موتراني، ومجرد ما لقيتك نايمة وامي لقيت لها حل ان هي تخليكي نايمة وساعتها ما تطلبيش حاجة، عرفت اعمل كل حاجة. قلت له يعني انت اللي عملت كده؟ قال لي طبعا، امال انت فاكرة مين؟ قلت له انت ازاي تعمل كده، وازاي انت تعملي كده من غير ما تقوليلي ومن غير ارادتي؟ اتضايقت جدا طبعا ان حصل كده هوت من غير ما يقولولي، وان حماتي تضحك عليا، وكان هو ده بالنسبة لي الشيء اللي مزعلني. وقلت له لو سمحت ممكن توديني عند اهلي دلوقتي؟ قال لي زي ما انت عاوزة. وفعلا وداني عند اهلي وما سألش فيا وكأنه ما صدق. ورحت قعدت عند اهلي وسألوني في ايه، لكن مرضتش اتكلم. هقول لهم ايه وهم عارفين من بدري ان انا سعيدة في حياتي؟ قعدت وقلت لهم عندي مشكلة مع جوزي. وقعدت فترة عند اهلي لمدة 3 اسابيع، لغاية لما حسيت ان انا تعبانة قوي وبرجع وفي حاجات فيا غريبة. ساعتها امي قالت لي تعالي اوديكي للدكتور، باين كده حصل. قلت لها هو ايه اللي حصل؟ قالت لي تعالي الاول نروح ونشوف. وفعلا رحنا للدكتور، قال لي انت حامل. طبعا انا فرحت جدا، انا نفسي ابقى ام، وقلت ايه يعني حتى لو خدها مني غصب، المهم ان انا في الاخر حامل. وتاني هرجع لجوزي وهكلمه وهفرحه واعيش حياتي بقى عادي طبيعية. ودي الحاجة اللي كانت حاجز بيني وبينه هو عملها. وكلمته وقلت له تعالى خدني انا وابنك. قال لي ابني مين؟ قلت له ابنك، انا حامل. قال لي انت حامل ازاي؟ قلت له يعني ايه ازاي، وانت نسيت ولا ايه؟ قال لي طيب هكلمك بعد شوية. وقفل التليفون، بس انا مفرحش قد فرحتي، وقعدت مستنياه يتصل بيا لغاية فين لما كلمني وقال لي خلاص تعالي انا هاجي واخدك، حضري حاجاتك. وفعلا رحت رحت البيت وانا عمالة فرحانة ببطني اللي ابتدت تكبر. وقعدت شهر ولا شهر كان كل شيء طبيعي رغم ان هو ما بيجيش جنبي، لكن ما كنتش متضايقة لان كنت مشغولة بحملي وببطني اللي عمالة تكبر قدامي، وهو ده كان سعادتي وفرحانة. لغاية في مرة لقيت مش نايم جنبي، قمت علشان ابص كده واشوفه بيعمل ايه. لقيته بيتكلم في التليفون. ساعتها كان بيتكلم صحيح بيهمس لكن صوته واضح، ولقيته بيكلم حد وبيقوله انا اعمل ايه دلوقتي في المصيبة دي، والاب ولد ولا البنت اللي جايين دول ازاي انا اعترف بيهم وهم اصلا مش ولادي؟ وهي بعدين لما تكتشف ان انا ماليش في الجواز وتعرف ان انا عندي عجز كامل هتقول ايه؟ طبعا انا سمعت الكلام وبقيت في صدمة كبيرة قوي، وبقيت عندي حالة من الشلل. امال اللي ببطني ده ابن مين؟ ما عرفتش ارد ولا اعمل ايه، لغاية لما خلص المكالمة وطلع لقاني قدامه. وطبعا لما لقاني قال لي انتي موجودة من اول فين، من امتى؟ قلت له انا موجودة من اول ما قلت ان اللي ببطني ده مش ابنك، وانك عندك عجز والدكتور قالك. امال اللي ببطني ده ابن مين؟ انت لازم تقولي دلوقتي. مرضيش يرد عليا ومرضيش ينطق وسابني، ومن يوميها معرفش عنه حاجة. وحماتي كمان قالت لي ما عنديش علم، ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ ونكرت كل حاجة، لكن انا متأكدة من اللي سمعته في ودني. والمشكلة دلوقتي الطفل اللي جاي ده اللي انا نفسي معرفش مين ابوه، وحتى الراجل اللي متجوزاه مش موجود ومعرفلوش طريق. ومش عارفة دلوقتي انا اعمل ايه وهكمل حياتي ازاي بالشكل